مساء السعادة وخلي السعادة عادة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تمام؟ وفي حديث تاني بيقول لنا إيه؟ ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. وحديث تاني بيقول لنا إيه؟ إن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. إذن أخلاقنا دي من الإيمان، زيها زي الصوم زي الصلاة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان داخل علينا، ما نقعدش بقى إيه أصل أنا صايم أصل أنا زهقان. طب ما هو الأخلاق دي زيها زي الصوم زيها زي الصلاة. على فكرة في كتير قوي قبلنا بعثت فيها الرسالات السماوية كلها. وإن الدين عند الله الإسلام، ده معناه إن الإسلام ده موجود من زمان قوي إلى وقتنا هذا. ورسولنا عليه الصلاة والسلام دي كانت آخر رسالة سماوية لينا، بس اللي قبلنا برضو كانوا مسلمين وموحدين. ودي هنتكلم فيها حاجة مهمة جدا الحلقات الجاية، لأن إحنا المصريين القدماء طول عمرنا موحدين، وعندنا رسل وعندنا رسالات سماوية دخل عليها التحريف واتضحك علينا فيها كتير قوي، بس موجود الإثباتات بتاعتها بالورقة والقلم، والبرديات اللي موجودة القديمة بتدل على إن مصر دي موحدة من أول ما ربنا خلقنا فيها، ومن ساعة ما سيدنا آدم نزل الأرض. تفاصيل كتيرة قوي هناخدها تفصيلة كل شوية، بس عايزين احنا داخلين على رمضان نوسع صدرنا شوية، ناخد نفس عميق ونخلي أخلاقنا حسنة زي رسولنا عليه الصلاة والسلام، وخلي السعادة عادة.